السلام عليكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ هنعمله معاكم النهارده يا حبايب قلبي اهو كمونيه. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. حطينا طبعا ايه شويه زيت، سيبنا ايه الحله لما سخنت ماشي، وهنحط البصل ده يا حبايب قلبي، بصل للكمونيه يا جماعه. اللي ما يعرفش يعمل الكمونيه بقى دي ايه، طبعا كرشه بتاعت بقر وفشه متقطعه، وطبعا كان لحمه راس بس انا ما عملتش معاه لحمه راس. وتقلبي ايه البصل بتاعك كده لما يبقى بامبي وحلو، ونحط الطماطم بتاعتنا. وطبعا احنا الكمونيه بتاعتنا يا حبايب قلبي بسلقها في حله تانية. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبابنا؟ ايه اخباركم؟ ودي يا حبايب قلبي الكمونيه هي بتتسلق الاول لما تبقى زي الزبده. بعد ما تتسلق نكون احنا عملنا ايه التسبيكه بتاعتنا، ونحطها ايه في التسبيكه، نحطها في التسبيكه بقى تاخد التشميعه بتاعتها وتتظبط. وفي الاخر خالص ده طبعا الطماطم اهي. وده يا جماعه حمص، ده حمص الكمونيه، مش حمص من بتاع الاكل اللي احنا بنجيبه بتاع الحلويات الاكل التاني ده، لا ده حمص من عند العطار. اللي عايز يجيب حمص تقولي له انا عايزه حمص الكمونيه. حمص ايه؟ حمص الكمونيه، عشان في حمص شام غليظ شويه كده بيتعمل على الكشري، بيتعمل على اي اكله، يعني في انواع اكل بيتحط معاها الحمص وكده. انما دوت الحمص ده اهو قابله بس ما ينسلقش علشان ما ينهرش معاكي، تحطيه مع الكمونيه وهي بتطبخ. وده طبعا الطماطم اهي فريش، وده بهارات لحمه وملح وفلفل اسمر. طبعا انا حطيت ملح هنا هحطه في الصلصه عشان انا سلقه الكمونيه. وجبنا ليمونه اهو يا حبايب قلبي. اللهم صل على النبي واهل صلوا على النبي يا جماعه، على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. دوت ليمونه اهوت يا حبايب قلبي سلقاه. جبت امبارح الكيلو ب5 جنيه، العربيه بتدور تحت البيت. الكيلو ب5 يا حبايبي، جميل اهو زي العسل. طول ما الليمون رخيص جيبي وملحي. اسراء نزلت تجيب لي برطمان عشان ما عنديش برطمانات. طبعا انا عامله هنا اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو برطمان الكبير ده انا فاتحه بناكله منه، والصغير ده ركناه عشان رمضان وكده. ودي طبعا الخضره اهي، دي كزبره خضره جايباها من السوق اهي، جميله مرعرعه ازاي وحلوه. ال3 ربط ب5 جنيه، والربطتين ب5، بس انا اخدت ايه ال3 ب5. وبص الشبت جميل ومرعرع وجميل ازاي. اللهم صل على النبي واهل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. وهنعمله معاكم يا حبايب قلبي الكمونيه بتاعتنا. الكمونيه طبعا ايه، طبعا في الاخر بندقه توم يا حبايبي، بندقه ايه توم في الاخر خالص لما تستوى الكمونيه في الدمعه بتاعتها. تدقي التوم وتاخدي ايه نص شويه من الكزبره الخضراء دي، تخرطيها مع التوم، تدقيها مع التوم في الهون، تدقش الا في الهون. وبعد ما تدقيها يا حبيبتي، بعد الكمونيه ما تستوى ترميها على الكمونيه. وطبعا الحمص بيتطبخ ايه، ما بينسلقش يا حبايبي. الحمص مع الكمونيه يا جماعه ما بينسلقش، لو سلقتيه هيبقى مهري، ما ينسلقش الحمص هو يتبل كده ويتطبخ، يبقى فيه ايه، يبقى جميل اهو يتبل شويه. وبعد ما تبليه تعمليه ترميه على الدمعه يستوى مع الكمونيه. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد يا حبايب قلبي. وطبعا ديت يا جماعه هي الكمونيه اهي، دي فشه
وايه وكرشه. انا جايبه كيلو واحد كرشه علشان ايه على قدنا، على قدنا يا حبايبي. والله الدنيا غاليه، والله كانت عندي في الفريزر بقالها اسبوعين، ابني جايبها لي. قطعت طبعا الفش عليها وتطبخ بقى، تتسلق تبقى زي الزبده كده. الفراخ بقت غاليه والفراخ شدت تاني وبقت غاليه، الواحد يجيب له فرخه ب 150 جنيه كل يوم، والطماطم بقت ب 15 جنيه. ربنا يفكها علينا، والبصل ب 30 وب 25. يلا ربنا يرحمنا برحمته يا حبايبي. ان عجبكم الفيديو يا جماعه امانه عليكم شيروا الفيديو، اشتركوا في القناه يا جماعه، وحطوا كده ايه، حطوا قلوب، حطوا لايكات يا جماعه، علشان الاشتراك يا حبايبي هو اللي هيرفع القناه، عشان غيركم يشوفوا القناه. اشتركوا امانه عليكم، اشتركوا في القناه علشان غيركم القناه بتاعتنا تترفع معاكم وبيكم يا حبايب قلبي. اللهم صل على النبي، نبينا شفيع الامه. وربنا ينصر بلادنا وينصر فلسطين ويكفينا شر الامراض يا رب، ويرحمنا من عنده، ربنا يرحمنا برحمته، ربنا يرحمنا وينصر امه الاسلام كلها يا رب، ينصر امه الاسلام.